بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير. ضيوفنا الكرام، مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تحية طيبة في هذه الجلسة بمناسبة سلامة زميلنا وحبيبنا أخونا تركي الدوسري أبو سلطان. طبعا من حسن الحظ أنا وياه يعني حادثين في يوم واحد، وأنا شلت صبه وهو ما أدري شو صدم فيه. مساك الله بالخير يا تركي. اهلا مساك بالخير. الحمد لله على السلامة. انا شلت الصبة الثانية اللي انت ما شلتها يعني. بالله عليك، الحمد لله انك سالم. الله يسلمك. ايضا ارحب بكم انتم مشاهدينا الكرام، وارحب ضيوفنا الشاعر عبد الكريم الشمالي الاعلامي والمعروف، وايضا عضو محافظة المزاحمية. مساك الله بالخير اخوي عبد الكريم. مساك بالله والعافية. واهلا وسهلا بك في الرياض. الله يسلمك. طبعا اعلامي وغني عن التعريف ومحرر صحيفة الجزيرة. وايضا ارحب الشاعر الثاني عبد الله الاكلبي ابو متعب. مساء الخير ابو متعب. يلا حيه، زارتنا بركة طال عمرك. وايضا رحب بالفرقة المبدعة، فرقة برلنتي الفنية التي ابدعت، وطبعا ما شاء الله الفرقة غنية عن التعريف، لها بصمة واضحة في مشاركة في كثير من الحفلات. وايضا تشرفت اني شاركت في حفل لها في جمعية الايتام قبل تقريبا ايام بقيادة الكابتن الاستاذ علي الدهيم. مساء الخير اخوي علي، شاعر واعلامي معروف وايضا منشد بعد. اذا بس شاعر. وايضا ارحب بالشباب الموجودين مع الفرقة، وارحب بالزملاء الاعلاميين الاخ ياسين والاخ حنيان الدوسري والشباب البقيه، وايضا اصغر اخواني عبد المجيد. لازم نعطي تحيه شوي يعني. ولا لا ابو سلطان، انت وين السلطان ما جبته؟ خله بس لين يكبر وابشر. اجل بجيب مشاري واحده بوحده. الله يعطيك العافيه. وايضا ارحب بكم انتم مشاهدينا الكرام في هذه الجلسه اللي تكون ان شاء الله باذن الله خفيفه عليكم، ونكون ايضا خفيفين عليكم، ولا ان شاء الله باذن الله اتمنى ان يكون ما اطيل عليكم او ما اثقل عليكم في هذه الجلسه. طبعا بدايه حتكون مع فرقه برلنتي. اخوي علي، بصراحه يعني ابيك تقرب المايك عندك. فرقه برلنتي طبعا ليست محتاجة شهادة خالد اليمني أو يعني ما شاء الله أثبتت نجاحها، وأي شاركت في كثير من الحفلات، وأيضا في جهات شاركتوا فيها يعني مثلا زي جمعية الأيتام، أمانة مدينة الرياض. وش اللي خلى نجاح هذه الفرقة؟ وش اللي ليش دائما نشوف ما شاء الله فرقة برلنتي من أقوى الفرق اللي دائما موجودة في الساحة؟ يعني بصراحة الماسك السوق الآن هي. الله يعطيك العافية. طبعا الكلام هذا أول شيء يعتبر يعني وسام نتشرف فيه جميعا، يعني من أول الأعضاء إلى آخرهم وأنا على رأسهم. نعم. طبعا احنا أول شيء تشرفنا بلقب الفرقة الذهبية، وهذا الكلام قلناه قبل، وكان التشريف هذا منك صراحة. الله يسلمك. انه تطلق على الفرقة اللقب هذا، والحمد لله يعني نتمنى ان نكون فعلا نستاهل اللقب. وانتم تستاهلونها ان شاء الله. انا ودي بس قبل كذا اوضح اسم الفرقة. يعني الفرقة دائما احنا نسأل عن الاسم، فبأسبك انا وبوضح الاسم. الاسم يعني اجود، اقوى، اغلى انواع الالماس. ما شاء الله. هذا اسم برلنتي. وان شاء الله ان الشباب فيهم الخير والبركة. نعم. طبعا يمكن السياسة اللي احنا ماشيين عليها الحمد لله اللي هي الانضباط. عندنا بروفات اسبوعية نجيب فيها قصايد من الشعراء، نتواصل معاهم. ايضا منفتحين برضو على الشعر النسائي. غير يعني عندكم شاعرات ومنشدات بعد؟ والله عندنا شاعرات، لكن عاد تورطنا في لا تدخلنا عاد في الغويط عشان ما نتورط. يعني ما عندكم منشدات؟ والله هذه ترى لو صارت فرقة نسائية يمكن أول مرة نسمع فيها. والله هو في فرقة نسائية صراحة، واحنا مشرفين عليها، وفرقة تابعة لأحد الجمعيات الخيرية، لكن ما لها صراحة تواجد. يعني تعرف يمكن البنات لهم تحفظ شوي وثقل ونقل لا وانت بالصادق، وانت بالصادق البنات يبان طق ويبان شغل. ما هو يبان نشاد وبس، يبان طق. حنا على الناشف زي ما يقولون. طيب نبي نسمع معكم افتتاحية. طيب افتتاحيتنا ان شاء الله راح هو وطني او اي شيء يعني عندكم. طبعا هي الجلسه بناسبه ايضا سلامه زميلنا يا اخونا تركي من الحادث اللي صار له. الله يسلمك. ونقول ان شاء الله انه تكثير ذنوب. رسالة من صميم القلب، وقلبي يا ملك مخبور. أنا بكتب شعوري يا شعور الشعر ووزانه. أنا يا سيدي شاعر وشعري يحتفي بالنور. أنا يا سيدي شاعر يجيد الحب والوانه. رسالة من صميم القلب، وقلبي يا ملك مخبور.
يحتف شعورية شعور الشعر وأوزانه. أنا يا سيدي شاعر وشعري يحتفي بالنور. أنا يا سيدي شاعر يجيد الحب والهوانة. سعودية وحنا لك سعوديين في الطابور، نبيع أرواحنا لجلك ونكسر كل عدوانا. وإذا جار الزمان وصار في الدنيا عدو يجور، وقفنا يا وطن وقفة تهز إبليس وعوانا. رفعنا راية التوحيد ورفرف يا علم منصور، مدام الناس كهنا فيه وفينا ماخذ الخانة. وفينا ماخذ الخانة. سلالة من ظهر فارس على مر الزمان دهور، سلالة رافعة حق السيوف وحق إيمانه. خبر واللي يبي كل الخبر يا ناس في المنشور، تثبتها سنين الحب وتثبت فوق أزمانه. بالله وبعد الله بترابك المنثور، نحب ملوكنا واللي يحب الخير وأقوانه. ترى ما يكتفي شعر بحرف فوق بعض السطور، ولكن الشعر بحرا وهذه بعض شطانه. رفعتفنا شعب واحد وقادات استمع للشوق، إلينا الله جمعنا على عدله وميزانه. على عدله وميزانه تكاتفنا شعب واحد وقادات استمع للشوق، إلينا الله جمعنا على عدله وميزانه. على عدله وميزانه تكاتفنا شعب واحد وقادات استمع للشوق، إلينا الله جمعنا على عدله وميزانه. على عدله وميزانه. وش تقول ابو سلطان؟ لك تعليق طال عمرك؟ اي الله يعطيهم العافيه الشباب صراحه مبدعين، وهذا يعني يمكن الفرقه هذه يمكن غريبه على الساحه. نعم. ودائما لهم ابداعاتهم. نعم. والله يعطيهم العافيه. وعجبني يمكن اللحن والتناسق والله يعطيهم العافيه. ويمكن يدل على ذا يدل على البروفات اللي هم سووها يعني حتى يمكن شفنا اللحن والانضباطيه في اللحن، فالله يعطيهم العافيه. نعم. وانا ماني بمقيم ولكن اعجبوني صراحه يعني ادائهم اكيد. ما شاء الله. طبعا يمكن يميزك بعد يميزهم اللون ما شاء الله، شكلهم هلاليين. اي هذا اللي حببنا اكثر يعني فيه. في أحد ما يحب الهلال. طيب ابو سلطان يعني بصراحه يعني في لحظات الحادث اللي صار لك، كيف صف لنا اللحظات كيف؟ والله انا ما ودي اتكلم في الموضوع الحادث وهذه الحمد لله قضاء وقدر. نعم. ولكن انا ودي اعطي الفرصه شعرانا اللي شرفونا الليله، وانا اقول الله يعطيه العافيه اخوي احمد العنزي. يعني كله بركه وجمعنا في هذا الليل، وهذا امر لا تحط الصوره عليه عشان يطلعون يعني احمد. يستغرب منه. يعني هو رجل وفي ومن الناس وفيين. الله يخليك. فالله يعطيه العافيه. وانا ودي بس ابو مشاري تعطي الفرصه لشعرانا اللي طيب. شرفونا الليله عشان نسمع منهم. نبينا الحين نشوف معنا الشاعر عبد الكريم الشمالي ابو سعد. ابو سعد مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا. مسيك فرضا والعافيه. عندك قصيده قالها ولدك فهد، صح ولا لا؟ لا يمكن قصدك شالها ولدي فهد. شالها ولدك فهد. نعم. زين، اللي هي راية العز. رفرفي راية العز. طبعا القصيده هذه عرضت في الدانه اكثر من مره تقريبا، يعني كانت مناسبه سلامه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. نعم، بمناسبة سلامة نعم. خادم الحرمين وقدومه الى ارض الوطن. نبي نسمعها منك ولا من فهد؟ والله هي ممكن انا اسمعك اياها القاء، واذا بغيت عاد فهد. طيب فهد يشيلها. نعم. طيب اجل خلينا نسمعها منك ثم تبي انت نبدا معك ولا مع الله؟ والله اللي تشوف انت. ابدا سمعنا منك، اجل نسمع منك طال عمرك. طبعا القصيده بعد وناخذها بحماس اللي سمعناها بالدانه. والله يمكن فهد يشيلها عاد اذا شالها فهد انا طيب زين. فطبعا رفرفي راية العز القصيده دائما تكون عباره عن وليده مشاعر. نعم. طبعا شاهدت رايات التوحيد قبل قدوم الملك ببضعة أيام ترفرف في سماء الرياض كما هي في أرجاء مملكتنا الحبيبة. في الحقيقة خفق الشعر مع خفقان الراية، فأقول رفرفي راية العز بقدوم المليك، الزعيم اللي سعدنا
وفرحتنا لقاه. رفرفي بقدوم تاج الوطن، عز الدريك لا تخلى عنه ربعه. تلاجى في ذراه، قولي الشعب السعودي بلهفه يحتريك بالمودة والمحبة. يجدد لك ولا تحت شرع الله وحكمه ولا غير الشريك. ننثني دونك وحد الوطن نحمي احماه. كلنا رهن الإشارة زناد في يديك من يعادي للوطن. سيدي نقصر اخطاه، ما نطاوع في الوطن هرجله. هذا وذيك سمهم وسط العسل. عزتي للي كلاه العدو، لو ضحك سنه في قلبه ما يبيك الهدف تشتيت الأمة، وذي غاية مناه. ما شاء الله صح لسانك، ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نسمعها من فهد. فهد يعني ها ومنشد فهد ما شاء الله ابن الشاعر، ما شاء الله. ابن الشاعر، نبي نسمعها منه. رفرفي يا راية العز بقدوم الملك، الزعيم اللي سعدنا وفرحتنا لقاه. رفرفي بقدوم تاج الوطن عز الدري، لتخلى عنه ربعه تلاقى في ذراه. قول يا شعب السعودي بلهفه يحتريك، بالمودة والمحبة يجدد لك ولا تحت شرع الله وحكمه ولا غير شريك. نبني دونك وحده وطن نحمي حماه، ما نطاوع في الوطن هجله. هذا وذيك سمهم وسط العسل، عزتي للي كلا. كم هبيل طاوع الليل يحرك تحريك، جاهل باللي يدبر عدوه من وراه. العدو لو ضحك سنه في قلبه ما يبيك. برنامج سوالف نجح بينك وبين تركي. طيب بصراحة غاب تركي، غبت أنت، يعني في شيء نقص في البرنامج، وش السر اللي خلى البرنامج ناجح؟ طبعا أول شيء أتحمد لأبو سلطان بالسلامة، وطبعا البرنامج ناجح بمتابعة الجمهور، مو عشان تركي أو عبد الله، لكن أنا وتركي يعني أبد يعني أنت تعرف كلامي من أول، نعم. أنه أي مذيع يظهر مع مذيع خلال شاشة للأسف تلقى بينهم مثلا يعني تعرف غيرة فنية ولا يمكن ينسجمون مع بعض. وهذا اللي أنا شفته من خلال القناة الأولى. عندك دانا برضو قدمت كذا برنامج فيها، لكن أبو سلطان عاد ما شاء الله تبارك الله ينحب يعني، وأنا وياه طبعا أبد. كيف أقول لك، إذا غاب البرنامج أحس إنه ناقص، وهذا الشيء اللي خلاني أنا ما أقدم البرنامج إلا بوجود أبو سلطان. يعني هذه ما شاء الله ميزة حلوة. لكن المعلومية مرة كانوا يقدموا قبل البرنامج، عبد الله قاعد يوري لأبو سلطان، يقول هذه صورة ديمة. أبو سلطان يقول هذه حاجزها لولدي، وأنا معلن لعبد الله إني حاجزها لولدي مشاري قبل وهي بطن أمها. فلذلك لا تحاول، يعني ترى محجوزة وقاضين. خلاص انتهى الأمر. طيب خلونا إن حسمنا الأمر. ممتاز. نعود لفرقة برلنتي والشاعر علي الدهيم. علي، أخوي علي، يبدو عندك أبيات ما شاء الله وطنية وانتشرت ما شاء الله.